مش عارف هنصعد امتى. همسك بقى انا ورقه وقلم وكشكول ومسطره وقلم رصاص وافضل اعمل مربعات عشان اصعد، ولا دلوقتي انا تذكرتي كانت بعد دور 16 هاجلها تاني بقى وامشي النهارده خلاص كده. طبعا هفضل مجنون ومريض بالاهلي. التيشيرت ده عمري ما هبطل تشجيعه لغايه اخر يوم في عمري، بس ايه المطلوب مني؟ اما انا في النسخه القديمه باخد البرونزيه ما عرفتش اوصل نهائي. النسخه الجديده اول نسخه ليا بلعب مع فرق مهما كان اسمها، احنا نادي كبير يا جماعه، ايه باليميراس وايه بورتو وايه انتر ميامي. وفي الوقت ده اقدر اقول ان انتر ميامي كانت هديتنا في البطوله دي وكانت هتريحنا في ماتش زي ده، لكن انت جاي بتتمنظر في الاخر ضيعت منك ماتش مهم كان هيديك امل كبير جدا لو كنت خسرت الماتش ده وكسبت ماتش انتر ميامي. لكن انا النهارده مش عارف اعمل ايه. ليه تحرجونا خلونا بالمنظر ده؟ احنا ما نستحقش كده. انا جاي من مصر، ناس جايه من ولايات في مختلف امريكا ومن بره امريكا، نعمل ايه تاني؟ ما بناخدش ملايين زيكم، بنصرف من جيبنا، مش مستنيين منكم حاجه، صوتنا بيتنبع، ما بننامش. ناقص ايه؟ هنموت يعني عشانكم؟ لعيبه منتهى اللامبالاه، ناس بس لفرق درجه تانيه ممكن تعرف تباصي كوره. النهارده لعيبه الاهلي ما عندهاش الثقه اللي هي تلعب زي ما احنا نعرف. طب احنا هنعمل ايه المفروض يا جماعه؟ عامة ريبيرو برضك انا حاسه مش عارف اقول عليه سباك ولا نجار، بس قد يكون اختيارنا ليه غلط. الاهلي خارج تماما عن المباراه النهارده، مفيش ثقه، مفيش اي تكتيك، مفيش ولا فني ولا بدني ولا اي حاجه. رايح تلعب لي في الوقت بدل الضيع؟ لا يا عم، احنا لو هنيجي نشجعك في الوقت بدل الضيع يبقى ما نجيش احسن. انتهى اللامبالاه، ماتش للنسيان، وانا واحد زيي والله ما عارف ايه مصيرنا. بس انت كده بجد فريق صغرت اسمك وسط فرق عاديه. اوعى تقول لي باليميراس برازيلي وبدني وفني، فانت الاهلي يا عم، العب شويه كوره. انت الشوط الاول كنت متماسك، تيجي تتخطف في اول الشوط الثاني جونين. الشناوي الكوره راحه كده يعمل كده كده في ايه يا عم الشناوي؟ انت في ظلم ولا انت في ايه؟ في طهور؟ ولاعيبه الاهلي ككل زي الزفت. امال لو وقعنا زي الوداد في مجموعه اليوفنتوس ومانشستر كنا هنيجي نسلم عليهم او يجوا يسلموا علينا في الفندق ونمشي. عامه ماتش للنسيان، حسبي الله ونعم الوكيل.